بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم حاجة بقى من التراث وان شاء الله تعجبكم، وهي الفايش الصعيدي. يعني مفيش حاجة تعلى عليه. المكونات بتاعته سهلة وبسيطة، التركة بتاعته في الخميرة، وبإذن الله تعجبكم الطريقة. المكونات ايه بقى؟ معانا هنا 2 كيلو ونص دقيق منخول، نص كيلو سمن بلدي يكون سايح ما يكونش يعني مجمد، نص كوباية سكر، او لو عايزاها كوباية الا ربع ماشي، معلقتين كبار سمسم مطحون، معلقة ملح، يعني ربع معلقة كركم، ودي للي مش عايز براحته، وهنا نص معلقة ريحة كحك. الحاجة الأساسية بقى بتاعتنا اللي هي الخميرة. شايفة أنا حتى يعني جايبها لكم بكل حاجة فيها، معلش يعني على المنظر اهي. دي الخميرة دي بقى بتعمليها ازاي؟ بتكوني غالية لبن، يعني خلاص اللي هو بعد ما يفور تغليه تاني، وتحطي في برطمان كبير زي ده 3 معالق سمسم. وبصي اللي هو السمسم المطحون تضغطيه بايدك كده، او تدقيه بحاجة بحيث ان هو يطلع الزيت بتاعه والحبة نفسها تفتح. هتحطي السمسم 3 معالق سمسم، واول ما تلاقي اللبن بيغلي تحطي 3 كبشات لبن او حوالي نص كيلو لبن، وتقفلي عليه بسرعة جدا. احنا مش عايزين البخار ولا السخونة يطلع. تكوني مسخنة الفرن على اخر درجة وطافية عليه، يعني طبعا هيبقى سخن واحنا في الحر ده يعني باذن الله يعني. فهنا بقى اللبن هيبقى مغلي والسمسم محطوط وفركاه في ايديكي. هتحطي اللبن هيوصل لحوالي يعني هيبقى كده، هيبقى نص البرطمان. لازم برطمان كبير لان شايفين الخميرة، بس لازم بقى مكان سخن اللي هو البوتاجاز. هيبقى عندك فوطة مطبخ، عندك لبس يكون طبعا نظيف بس انتي مش عايزاه، تروحي حاطاه كده لازم وهو سخن، وتغطيه طبعا كده وتحطيه على البوتاجاز اللي هو في الفرن يعني، وتسيبيه. يعني انا عاملة الموضوع ده 12 بالليل. لو احنا في الشتاء هيقعد معاكي ال 12 تاني يوم، لكن احنا في الصيف يعني الموضوع انجز معايا الساعة ل3 العصر او الساعة 2 عملت لي المنظر ده. دي بتعجن معاكي حوالي 5 كيلو، 5 كيلو دقيق. احنا هنعجن بيها 2 كيلو ونص بإذن الله. فهجهز لكم الخطوات ونرجع تاني. بصوا بقى هنا هنحط ايه، هنحط السكر، وهنحط كل المكونات دي كده، نضغط على السمسم كده، هنحط كل المكونات دي وهنخلطها. علامة بقى النجاح بتاع الخميرة انها تعمل القرص ده، وشايفة تحتها مية، هو القرص ده علامة النجاح بتاعتها. لو ما لقيتيش القرص ده تكون، بتسخني المكان تاني، اللي هو بتبقى محتاجة حرارة علشان تعمل كده وتفصل المية بتاعتها. هتعملي كده يعني حوالي تقليبة خفيفة، بحيث ان السكر ايه والمكونات كلها يدخلوا مع السمن، ونقدر نوصل لكل حاجة في الدقيق بإذن الله. الفايش ده يعني يا جماعة هيعجبكم انتوا بإذن الله. إيه لو جربتوه مش هتعرفوا تاكلوا حاجة من غيره، يعني مش هتعرفوا تدوقوا تستطعموا اي حاجة تاني بالنسبة للفايش يعني. بس كده هنجيب بقى الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة ل2 كيلو ونص، ان هو نص كيلو سمن، لو عايزة تزودي شوية زودي، بس مش هيحتاج بإذن الله. كده وتقلبي. هحاول ادمج السمن مع الدقيق وارجع لكم تاني. شايفة هنا انا فتحت الغطا، هيعمل معاكي كأنه زي الحاجة الساقعة. شايفة بقى من جوه اهو. هنحاول نفضيها، ناخد القرص وهنعجن بالمية برضو. شايفة الخميرة اهي.
لو هتعملي ال5 كيلو دقيق بالخميرة دي لازم تاخدي نص كيلو دقيق اهو، تعملي بيها الخميرة اللي هو ايه عجنة صغيرة، وبعد كده تحطيه في العجينة الكبيرة اللي هي ال4 كيلو ونص علشان يعني يخمر العجين كله. لكن احنا هنا عاملين نص المقدار فمش محتاجين كده. هنحطها بقى. الريحة مش عايزة اقول لكم، وما تساعديهاش، ما حدش يحط خميرة فورية، هتبوظ الخميرة الأساسية دي كده. نحاول نعجن بقى. احنا هنملى بقى البرطمان ده مية لان خلاص احنا عاملين الخميرة باللبن، وهنفضل نعجن في العجينة لحد بقى ما تلم معانا بإذن الله. شوفي انا قاعدة اخلص اهو، قاعدة بعجن فيها. خلصت واحد من البرطمان ده وحوالي 3/4 تاني. بتقعدي تعجني، العجينة هتبقى تقيلة معاكي شوية، بس تستني عليها لحد ما الدقيق يشرب كل السوائل بتاعتها، ما تفضليش تزودي مية كتير، اهدي عليها. هكمل عجن وارجع لكم. اهي كده العجينة، شايفة عاملة ازاي؟ خلاص ما بتلزقش بقى في ايدك، خلاص اهو، وايديكي بتعلم فيها. خلاص تسيبيها بقى ترتاح. وعايزه اقولك ان ممكن ان انت تقسمي نص الكميه، كل كميه في طبق علشان لما تخمر يعني هتعلى جامد. بس ده شويه زيت هتحطي بس على الوش كده، زي بقى ما بتخمري عجينه البيتزا او اي مخبوزات. بصوا هنا بقى، بسم الله ما شاء الله، شايفه الجمال؟ شايفه ماليه الطبق كله ازاي؟ ولو سبتها تاني يعني هتتخمر اكتر. ان انتي بقى بعد ما تشغلي الفرن كل ما تحسي انه هدي او العجينة ما قامتش، تروحي مشغلة الفرن تاني على اخره، ما يكملش 10 ثواني او 15 ثانية، وتروحي طافية تاني. لان الخميرة بتبقى من النوع الهادي، عشان كده بقولك في الشتاء هتتعبك جامد، لازم يتعمل في الصيف يبقى خزين للشتاء. هنعمل ايه؟ هنعمل ايدينا بقى اللي هي بحاجة خفيفة، سمنة كده. الكيلو بتقرصي حوالي من 8 ل9 اقراص. هنعمل بقى اقراص صغيرة، هنحطهم في صاج كده اهو، او في صواني، يعني الكيلو ممكن ياخد 3 صواني. هنعمل كده، شايفة بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي؟ تاخدي بقى كده، والريحة يا جماعة تحفة. احنا بعد ما هنقرصه هنسيبه يخمر تاني، احنا مش عايزين كلاكيع، مش لا من ورا ولا من قدام كده. هتحطيه كده، تاخدي بقى اهو عادي بقى، مش هيفرق معاكي حجم القرص كبير صغير، لان هو كده كده هيتقطع ايه اللي هو صوابع. بكل هدوء كده تلفيها، شايفة؟ كأنك بتعملي بقى اللي هي القرص الفلاحي بتاعتنا. اهم حاجة ما تخليش فيه فراغات، يعني ما تبعديش كده، لا خليهم عادي جنب بعض. ليه بقى؟ لان اللي هو بعد ما بيخمروا، شايفة؟ يعني بعد احنا هنسيبهم يخمروا تاني في الصاج، مش عايزينهم يخمروا بالعرض، احنا عايزينهم يخمروا بالطول علشان يقبوا، علشان يعمل لك حجم وعرض للصباع الفايش نفسه. احنا عايزينه يبقى عالي لفوق كده. هخلص باقي الصاج وارجع لكم. شوفي هنا بقى، بسم الله ما شاء الله اهو، شايفة؟ عملوا حوالي 16 قرص، ولو خليتيهم 19 تمام. برضو تشغلي الفرن اللي هو لحد اخره اللي هو يسخن. هي الخميرة بتحب المكان الدافي. تسيبيها بقى تخمر ان شاء الله، وبعد كده بقى نعمل مرحلة السوا. انا هخمرها دلوقتي تاني،
هتعلى بس وترتاح، ونرجع تاني بإذن الله. شوفوا هنا بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا لما خمرت، انا عايزاكم بقى تفهموا قصدي اللي هو في الموضوع ده، ان شايفة لما تسيبي فراغات بتخمر يعني بتفرد بالعرض. شوفي هنا بسم الله الرحمن الرحيم، شايفة لما ما فيش فراغات بتتساب خلاص بقى بتقبل فوق. احنا بقى نحط الشبكة في النص. هتعلي الفرن على اخره، لازم يكون سخن قوي، وبعد كده ممكن تنزليه شوية يعني اقل من 200. احنا عايزين بس الوش يتحمر هو والقعر من تحت. بس كده. هسويه وارجع لكم تاني باذن الله. اهي يا جماعة بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، طلعة تحفة. شايفة من تحت اهو ومن فوق. احنا بقى يعني دي بس اللي انا حركتها، المفروض بقى هنسيبها لبكرة ان شاء الله لحد ما تهدى خالص، وكمان يعني بكرة بالليل اللي هو يبقى تبقى بسلة. عارفين يعني ايه انها تبقى بسلة، ما تبقاش طازة، علشان نقطعها ونحمصها. وطبعا لو تقدري تاكليها وهي طرية دلوقتي، مش عايزة اقول لكم الطعم عامل ازاي. انا شغلت الفرن على اخره، واول ما حسيت ان القعر اللي هو اداني الدرجة دي، شغلت الشواية 5 دقايق بس. وطبعا بتعملي اختبار مثلا ان بتشوفي جوه عجين ولا لا، بس هو ده اللي تعمليه. وشايفة من جوه مستوية ازاي. بس كل ده ما ينفعش يتقطع خالص النهاردة، لازم بكرة بإذن الله. فانا هسيبها في السجان بتاعتها لحد ما تهدى خالص، وبإذن الله بقى نقطعها ونظبط الدنيا. هنا بقى الفايش بعد ما بيت ليلة بترصيه كده جنب بعضه لحد ما يبرد خالص من الناحيتين، وبعد كده بتغطيه اللي هي بفوطة مطبخ وتسيبيه اهو. بيبقى كده بقى بينشف خالص كده اهو. بتعملي ايه؟ بنقطعه بقى شرايح وبنرصه زي كده، شايفة اهو، بنرصه زي كده وبتقطعيه بهدوء. ولو في تخين اللي هي بتحاولي تخليهم مع بعض، اللي هي الشرايح التخينة بتبقى مع بعض. بصي هنقطع ازاي بقى اهو. بتمسكي دي بقى كده وبهدوء بقى اهو، شايفة. عايزة تقطعي ارفع من كده تمام، عايزاها تبقى تخينة تمام اهو. لو رفيع اهو بسن السكينة كده شايفة، بتبقى كده اهو. تحاولي تظبطي ايديكي كده وترصي كده. التحميص بقى هو اهم مرحلة بعد الخميرة. التحميص على درجة حرارة 100 110، اللي هو يعني النار تبقى خفيفة قوي، اللي هو بقى ايه عايزينه ينشف بهدوء ويتحمص. ان انتي بعد بقى ما هتعمليه اللي هو هتحسي بقى ان هو ايه خد لون كده اشقر فاتح. احنا مش عايزينه ياخد اللون الغامق، مش هيبقى حلو خالص اهو. وتقلبي على الوش التاني، ان انت تقلبي على الوش التاني، او لو حسيتي ان الوشين خلاص اتحمصوا خلاص تطلعيه على كده بقى يهدى ويبرد. انا هعمل الخطوة دي وهوريها لكم بقى باذن الله. شوفوا هنا بقى بسم الله ما شاء الله، الفايش خلص بالتحميص بتاعه. شايفين الجمال عامل ازاي اهو. شايفة درجة الشقار اهو. الريحة طبعا مش عايزة اوصف لكم عاملة ازاي. اهم حاجة تحمصيه على الهادي لحد ما ياخد اللي هي الدرجة دي وبس. والاحتياطات بقى اللي هي لو في المية، كمية المية حوالي خد لتر و400 ملي او لتر ونص على حسب الدقيق بتاعك. عايزة تعجني نصه لبن ونصه مية براحتك. الخميرة لو نجحت منك يعني هتاكلي فايش روعة. بس دي تعتبر كل الاحتياطات.
وان شاء الله هكتب لكم في صندوق الوصف اي حاجة انتوا عايزينها، مقادير حاجات زي كده. وبألف هنا وشفا. ولو عجبتكم الوصفة ياريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.